راجل يعني قال علينا كلام كويس، كل الكلام ده مش هو هيبقى السبب ان حازم يرجع وما يرجعش. يعني لو حب في امور برضه لازم ترجع لمجلس اداره النادي. طيب لو يا كابتن احمد، يعني العمليه مش هتبقى فرد الدراع مني عشان هو رجع يبقى انا اعمل فيه اللي ما يتعملش. لا لو قدم اعتذار وحب انه ينتظم في التدريب برضه يا كابتن احمد، زي ما بقول لك ده واحد من ولاد نادي الزمالك يعني. بس هو اتضحك عليه يعني. يعني هتاخدها في الاطار ده وهتفتح له الباب للعوده من جديد. كابتن احمد كلهم والله صدقني يا كابتن احمد كلهم هم محتاجين نادي الزمالك ونادي الزمالك محتاجه. يعني اذا اللي هو انه اللي حابب ان هو يرجع وعرف، وزي ما بيقولوا عرف غلطته وعرف خطأه وبتاع، خلاص ياخد العقاب بتاعه وينضم. الباب مفتوح لعوده اي حد، والباب مفتوح لاي لاعب هو مش عاوز يلعب لنادي الزمالك. طيب جميل. موقف عصام الحضري، هل بالفعل في لا انا ما حصلش. انت عارف ان انا وعصام يعني عصام ده اخويا وحبيبي، وانت عارف ان انا ما حصلش كونتاكت معاه بالامانه. ما اقدرش اتكلم في موضوع عصام لان ما حصلش كونتاكت مع عصام خالص يعني انت بتجدد الثقه في حراسك من جديد. لا هو الثقه موجوده في حراسنا كابتن. بالرغم ان احنا معانا 2 صغيرين كمان انضموا لعب واحد وجنش، لكن هو يبقى عصام الحضري لو حصل فيه كلام برضه لازم اكون على علم بيه طبعا. لازم اكون على علم بيه، وبعدين بناء عليها نبدا ناخد قرارنا ونشوف النظام. اذا لم يحدث انا ما حصلش كونتاكت معايا غير ان هو اتصل بيا مره واثنين لما رجع من السودان وسلم عليا وبيطمن عليا وبتاع، لكن ما فيش اي حاجه ولا حصل منه ان هو ابدا لعبه لنادي الزمالك، ولا انا عرضت عليه ان هو يكون موجود، لان انا ما بحبش اعمل حاجه الا لما يكون في صاحب الشأن هو اللي عنده سباق في الموضوع ده يا كابتن احمد، واحنا نبدا نتناقش فيه ونشوف الامور تمشي يعني اذا لا الحضري ابدى رغبه في اللعب للزمالك ولا الزمالك معايا على الاقل معايا انا على الاقل معايا انا يعني على لو مع الكابتن احمد سليمان هيبلغك، يعني لو مع حد لو تاني هو برضه حصل مع احمد سليمان هيقول بالظبط. اذا ما فيش اي نوع من انواع الرغبه المتبادله. ما حصلش اي كونتاكت ولا اي ابداء رغبه سواء منه او مننا. كابتن حسن بمنتهى الامانه، ميدو مش جاهز ولا مصاب ولا مش فت؟ لا ميدو مصاب. ميدو اصيب يوم الاثنين اللي فات اللي هو اول امبارح. وميدو احنا بنحاول نوصله لفورمه. واللي انت عارف ميدو قعد 6 شهور لما جت، والخطا الاداري اللي حصل ده وكذا قعد 6 شهور، وده كان له تاثير كبير جدا على وزنه. احنا بنحاول معاه وهو جاي على نفسه كتير كمان يا كابتن احمد. عارف انت ازاي؟ مش عاوز اقول ان احنا محددين مده معينه، لا ما بنحددش مده معينه لان اللعيب متعاقد مع النادي. لكن احنا كمان عاوزين نشوف ان هو شغلنا معاه والله احنا هنستفيد منه او النادي اللي هيستفيد منه او الفرقه هتستفيد منه ولا لا. بس لكن هو بيجتهد بشكل كبير، واحنا بنحاول نجتهد معاه كمان، وهو جاي على نفسه كتير في حاجات كتيره، وبيجي يتمرن لوحده وبيجي يتمرن مع الدكتور عمرو المطراوي. يعني فده لغايه ما نشوف بس هنوصل لفين. يعني نتمنى انه احنا نوصل له لفورمه جيده ويبدا يشارك مع زملاته في المباريات اللي جايه ان شاء الله. لكن من وجهه نظرك لسه ميدو ما وصلش الفورمه؟ لا يا كابتن لا لسه ما وصلهاش. لا مش هنضحك على بعض يا كابتن. لسه هو عارف كده، وانا بتكلم معاه برضه اخ اكبر او اب بكل حاجه طبعا. لسه ما بيحصل معاه بيحصل مع اللعيبه كلها. الوزن زائد شويه. نعم الوزن زياده شويه. ودي حقيقه، ودي مع اي حد ممكن تقلل من ادائه بشكل كبير يا كابتن احمد. نعم. هل بالفعل اسلام طارق حارس مرمى النصر في مفاوضات جاده معاه والولد صغير؟ مين ده يا كابتن؟ اسلام طارق حارس مرمى النصر. حارس مرمى النصر برضه والحاجات دي برضه يا كابتن، يعني اذا كنت عندي فكره عنها يبقى برضه دي من الاسرار اللي انا ما اتكلمش فيها في الوقت الحالي. طيب خلاص. طب احترم بعد اذنك يعني. لا احترم دي. هل كابتن حسن قلت ان انت مش هتشتغل الا لما يجي مجلس اداره جديد او استمرارك مع الزمالك مرتبط بعوده مجلس؟ لا انا بص يا كابتن احمد. ايوه. وانا عشان بقول لك امين، انا راجل حطيت رينج لنفسي. نعم. عارف كل يوم قلت لك يا كابتن احمد المجلس جاي، المجلس ده ماشي، المجلس الثاني جاي، ما اعرفش عارف ازاي، وكل ده معطلنا. حتى في المستحقات اللاعبين. وبعدين انا النهارده مش هبقى موجود، وبعدين اللاعبين ما تاخدش مستحقاتها، وبعدين اللاعبين واحد ورا الثاني يبداوا يقدموا شكوى. فانا حطيت لنفسي رينج. الرينج اللي انا حطيته لنفسي ده مش عشان ان انا اسيب نادي الزمالك. لو الامور ما اتحسنتش هقول لهم يا جماعه ميرسي قوي باردون واسف جدا جدا جدا. وده وضع طبيعي، ان ما عنديش استعداد كابتن احمد اقعد واللعيبه واحد ورا الثاني وكذا وكذا، وبعدين ما يبقاش عندي تيم، يبقى حسن شحاته جه وبعدين باظ تيم نادي الزمالك. وده في حقي مش هيبقى كويس. صحيح. عشان كده انا حطيت لنفسي رينج. لكن ما قلتش انا عاوز مجلس اداره جديد. انا بس بشوف القضاء النهارده في قضيه ماشيه، كل يوم الثاني لا المجلس قاعد، لا المجلس الثاني جاي. طب احنا يا جماعه حاجات الرعايه والحاجات دي عشان اللعيبه مستحقاتها. فانت برضه مجلس الاداره
برضه معذور. النهارده حاجه هتيجي، طب هيصرفها للاعبين، طب والفرق الثانيه، دي حاجات كتيره يا كابتن احمد. نعم. انا ما بحبش اتكلم فيها لان ده نادي الزمالك ما اتكلمش عليه طبعا. لكن انا بتكلم على اساس ان انا ما قلتش يا جماعه لا 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 انا همشي عشان انا عاوز مجلس اداره كذا، لا لا انا عمري ما فرضت شروطي على نادي الزمالك، لكن بحط لنفسي رينج لان انا ما اقدرش اضيع الرينج او الفتره الزمنيه دي قد ايه؟ 15 يوم زي ما قيل يا كابتن؟ مش عاوز اقول 15 يوم لغايه ما اشوف الامور الاسبوع الجاي كل حاجه هتبان يا كابتن احمد. طب بصراحه هل في مشكله بينك وبين المستشار جلال ابراهيم؟ انا لا يا المستشار جلال ابراهيم ده راجل طول عمري انا بحترمه جدا جدا جدا، وهو راجل بيحبني جدا 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 جدا. ولا في بيني وبينه مشكله ولا بيني وبين اي حد من اعضاء مجلس الاداره، كلهم اساسا كانوا زملاء. يعني طارق غنيم كان راجل زميل ملعب، الدكتور عبد الله جورج سعد رحمه الله عليه، عمو جورج سعد عارف الناس، يعني انا عشت معاها فتره طويله. كل اعضاء مجلس الاداره، الدكتور شيرين فوزي، ماهر عبد العزيز، نعم كل الناس يا كابتن. دكتور اسامه المليجي. انا قلت لك انا حسن شحاته مش بتاع مشاكل يا كابتن، ده صحيح، لكن لا انت لا عايز، وانا بحترم الناس دي كلها جدا لان هم برضو بيقدروني بيحترموني جدا. حضرتك عايز مستحقات الولاد، عايز مستحقات اللعيبه بس يا كابتن. اللعيبه كابتن برضو معذوره كابتن، اللعيبه اغلبها متزوجين واغلبهم عندهم اولاد وعندهم التزامات وعندهم اقساط وعندهم وده حقهم كمان. نعم بس هم يعني هنقول ان هم في بعضهم مستعجل. نعم. لكن ان شاء الله خلال الاسبوع ده على حسب ما وعدوني ان شاء الله كل حاجه تبقى اسالك إن شاء الله. اسالك سؤال اخير، ايه رايك في ماجد غراب المراسل بتاعنا؟ مين يا حبيبي؟ ماجد غراب. غتاتة يا كابتن احمد. على فكره دي اشاده منك عشان بس الناس ما تفهمهاش غلط. دي شاطر يا كابتن احمد، بيعرف بالظبط يجيب لك اللي انت عاوزه. دي اشاده منك بيه بس عشان الناس تفهمها غلط يعني. ربنا يخليك كابتن حسن، اشكرك وكل التمنيات بالتوفيق ومبروك ال3 نقط يا كابتن حسن. شكرا جزيلا كابتن حسن شحاته المدير الفني لنادي الزمالك. شفت ماجد غراب يا عيني خد الطريحه، بس انت قلت ان دي اشاده فعلا. اشاده طبعا. هو كابتن حسن بيقولها بحب يعني. اولا هو مبسوط لانه فاز في مباراه صعبه، كانت النتيجه 1-1 والمباراه صعبت جدا، فبالتالي هو بيتكلم بحبه زي اول مره يتكلم وجنبه هدوء يعني. دايما كنت تلاقي حرب وضرب وبكاس واقلام وشلاليت. ماجد غراب خده وحطه في العش بقى. فماجد مش راضي يسيب الكابتن حسن، ودي الحقيقه بعض قال البرد ونزله برد حاده، والبعض قال الكابتن حسن زعلان. هم ترجموها لحاجه ثانيه غير البرد، لكن هو فعلا برد يا كابتن. وانا ما كانش صعب، من الصعب ان انا ما كنتش اقدر اجي المباراه، كان من الصعب جدا يعني. لكنه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لا توجد خلافات ولا مشاكل خالص مع النادي يا كابتن؟ نعم يا كابتن. لا توجد خلافات ولا مشاكل على الاطلاق يا كابتن احمد؟ لا، ما انت عارف ان حسن شحاته مش بتاع مشاكل ولا خلافات يا كابتن احمد. نعم. طب الحمد لله، الحمد لله على كده كويس قوي، ولا بتاع مشاكل ولا خلافات. وبعدين مع نادي الزمالك كمان صعبه شويه. طبعا بالتاكيد، ده بيتك ومكانك اللي انت اتربيت فيه، ولك يعني اعتقد كتير فيه، وايضا نادي الزمالك ليه كتير عندك كابتن حسن. هو السبب في حسن شحاته، في وجود حسن شحاته يا كابتن احمد. نعم طبعا. صعب. ده المنطقي، ده المنتظر من حسن شحاته كنادي الزمالك. الحمد لله كابتن حسن. مباراه صعبه بكل المقاييس النهارده لحضرتك كابتن حسن. طبعا مباراه صعبه طبعا، لان احنا التوقف جه بعد خسارتنا من الشرطه. نعم. وكانت طبعا الفتره دي تعتبر يعني فتره بالنسبه لنا مش جيده، بالرغم ان هي كانت مفيده جدا في تصحيح اخطاء كثيره في بعض المباريات، خاصه مباريات الكاس ومباريات الشرطه. نعم. هي كانت تعتبر فتره مفيده، قدرنا نقدر نوصل بعض اللاعبين لمرحله جيده بدنيه وفنيه، وفي نفس الوقت صححنا بعض الاخطاء اللي دفعنا وقع فيها. وبالتالي الحمد لله النهارده برضو كانت بدايه بعد توقف كبير. صحيح. مع نهايه يعني بدايه التوقف كانت خساره من نادي الشرطه، فكانت بالنسبه لنا مباراه طبعا حساسه وصعبه في نفس الوقت، لان هي فرقه المقاولين فرقه جيده جدا. اولاد صغيرين كلهم جرايه. نعم. معاهم جهاز طبعا كابتن محمد رضوان، يعني بصراحه بالامانه يعني يعني انا بعتبر عامل شغل جامد جدا جدا مع فرقه المقاولين. نعم. فدي كان بالنسبه لنا يعني مباراه تعتبر تقول يعني فاصله شويه في ان احنا ان شاء الله يا رب نكمل مشوارنا على خير باذن الله، ربنا يسهل يا رب. طيب اسالك، النهارده فتح الله اول مره على دكه البدلاء من فتره طويله، هل ده كان مرتبط بطريقه اللعب، بتغيير طريقه اللعب يا كابتن حسن؟ لا يا كابتن، احنا لما بنتمرن سواء احمال بدنيه او نواحي خططيه فنيه، كل اللاعبين في كل المراكز بيتمرنوا عليه. لكن عاوز اقول يعني فتح الله بالعكس، فتح الله من اللعيبه
اللي روحه قويه جدا جدا مع نادي الزمالك. راجل مستواه انا هقول مستواه ثابت بالرغم ان في بعض الاخطاء، لكن الاخطاء مش منه، يعني دايما الاخطاء عندنا اخطاء مشتركه، عمرها ما جت ابدا من خطا من لاعب او من حارس مرمى، دايما اخطاء مشتركه، ودي اللي احنا قدرنا او وصلنا لمرحله كويسه في تصحيحها خلال فتره التوقف. نعم. فالنهارده بيبقى دايما عندي وعي للعيبه كابتن احمد ان انا اللعيبه كلها في كل الخطوط لابد ان تكون ستاند باي. نعم صحيح. والملعب يا حبيبي هو اللي الفيصل، اكيد بين فلان موجود وفلان مش موجود. فعشان كده بقول لك ان انا عندي 4 في المكان ده، وفي كريم الحسن، بس كريم الحسن مصاب، فبقى عندي 3. فال3 ستاند باي، ال3 وصلوا لمرحله بدنيه وفنيه جيده، لكن في بعض الاحيان بدور على الانسجام اللي ممكن يبقى بين 2 لعيبه او بين 3 لعيبه، هو ده الفيصل في فلان يبقى موجود وفلان ما يبقاش موجود. طيب كابتن حسن، النهارده الحقيقه هل انت غيرت من الطريقه، غيرت من الاسلوب بعد ما تعادل المقاولون قبل نهايه الشوط الاول؟ ايوه كابتن احمد، انت عارف احنا بدانا برضو بدانا 2 و3 في نص الملعب و5 قدام. نعم. يعني في بدايتنا لما تيجي انت تشوفها كده هتلاقي في 2، هتلاقي في صلاح وهاني سعيد، وبعدين الظهرين اللي عندي بيلعبوا جناحين اللي هو كان احمد سمير وصبري رحيل. نعم. بجانب ال3 اللي موجودين قدام اللي هو جعفر، وال2 اللي تحتيه احمد حسن وشيكابالا. نعم. فاضطريت ان انا املى نص الملعب في 3 لعيبه نص ملعب، ابراهيم صلاح وتوفيق وعمر جابر. نعم. لان انا عارف ان تيم المقاولين العرب بيعتمد على استحواذ الكره في نص الملعب. نعم. رغم ان هو كان بيلعب بمهاجم واحد، لكن كان بيروح له صلاح وكان بيروح له علاء كمال وكده. نعم. عشان كده انا لعبت بالطريقه دي على اساس ان انا لما يبقى عندي 5 أو 4 قدام تهيألي هيوقفوا ضعفهم، ان هم ما يبقاش فيه مسانده من نص الملعب، وده اللي حصل لغايه ما هم جابوا الجون. نعم. هم لما جابوا الجون برضه لان حصل عندنا خطا، بدات لعيبه نص الملعب تتقهقر وتبقى جنب او قدام خط الظهر بالظبط، فبالتالي بقى في جاب كبير ومساحه كبيره جدا بين نص الملعب وبين الهجوم بتاعنا. خط الهجوم بتاعنا، وده اللي استحوذ عليه المقاولين العرب الكوره فيه، وبدا يلعب علينا كوره، وده اللي انا قلت للاعبتنا، قلت لهم لو هو اعطيتوهم الفرصه ان هم يبقوا ليدنج عليكم ويمسكوا الكوره ويلعبوا عليكم كوره هتتعبوا جدا. صحيح. وده اللي حصل بقيه الشوط الاول، وطبعا حصل الكلام ده بين الشوطين، لكن الحمد لله الشوط الثاني الحمد لله الامور رجعت كما كان. وكان واضح ان ما كانش فيه عصبيه رغم ان الزمالك كان متاخر، لكن كان واضح ان كان فيه هدوء. لا مفيش عصبيه. اصل انت ممكن تعصب عليهم بينك وبينهم، لكن تبقى عصبيه على الخط وكده. ممكن انا بيني وبين نفسي اشوط كوره، ممكن دراعي يروح في حته بتاع، لكن بيني وبين اللعيبه لا، صعب. كابتن حسن، صحه انه حسين ياسر اتكلم مع الكابتن اسماعيل وان انت وافقت على عودته بشرط الاعتذار مقدما لجماهير نادي الزمالك؟ لا هو كابتن احمد لما هيرجع هو يبقى اعتذار، انا ما طلبتش ان هو يعتذر لجماهير نادي الزمالك، لان هي عودته هو اعتذار لوحدها. يعني عارف ان هو يرجع بعد ما كملناش سنه اعتذار لوحدها. فهو حسين ياسر من اللعيبه الجيدين جدا جدا جدا، وبرده تيم الزمالك بيعتبر مفتقده. لكن انت عارف يا كابتن احمد ان انا برده اللي قلت لهم الحاجه كده بعد موضوع عمرو زكي وبعد موضوع حازم امام قلت لهم يا جماعه ده نادي الزمالك، نادي الزمالك عمره ما هيقف على لعيب، صحيح، ولا 2 لعيب. وبعدين وانت كنت كابتن مصر. نعم. وانا راجل كنت كابتن مصر. نعم. وكلنا بطلنا، فهو الدوام لله وحده. صحيح. ما فيش نادي سواء الزمالك او غير الزمالك هيقف عشان لعيبه كابتن. نعم. فكل واحد بيحس بخطأه وحابب يرجع، هو هيبقى اعتذار من تلقاء نفسه. طيب يعني متوقع عودة حسين ياسر امتى يا كابتن حسن؟ لا مش عارف يا كابتن حسن، صدقني بالامانه مش عارف. لكن عارف ان انا ما بكذبش عليك، لو انا لا ما انا عارف حضرتك امين وصريح معاك جدا. طيب لكنه قريب من العوده. والله دي راجعه برضه لناديه ولماجد سامي، وراجعه لحاجات كتيره يا كابتن احمد انا ما اقدرش اتكلم فيها على الاقل لان ما عنديش معلومه عنها. لكن حضرتك لكن كلام حضرتك اهلا وسهلا بحسين ياسر. طبعا. طيب. الموقف بالنسبه لعمرو زكي وحازم امام الان يا كابتن حسن. ما انا قلت لحضرتك يا كابتن احمد، انا قلت لحضرتك وانا واحد من الناس اول ما حازم عرفت ان هو سافر قلت لهم ما تقلقوش هيرجع لسبب واحد، لان كل الاجراءات اللي عملها اجراءات خطا. كل الاجراءات اللي عملها نادي الزمالك او الاداريين بتوعنا اجراءات صحيح، سواء من ناحيه مستحقاته سواء من ناحيه مده الشكوى، حاجات كتيره جدا جدا. انا صحيح ما بفهمش في اللوائح، لكن الحاجات البسيطه دي على الاقل بفهم فيها. قلت لهم هو راجع. ان هي بس حضرتك مش شغلتك اللوائح، ما بتشغلش بالك فيها، في ناس بتشتغل فيها يعني. نعم طبعا ناس بتشتغل بيها، لكن انا مش شغلتي اللوائح. لكن انا معايا مدير اداري. ايوه بالظبط، هو مدير اداري اللي يبقى الكلام معاه. صحيح.
طيب هو رجع امبارح وقدم مبادره انه ممكن الزمالك. ورجع امبارح وسمعت ان هو طلع برضه مع الزميل كابتن مدحت شلبي. نعم.